السلام عليكم. بحمد الله نحن تحملنا مسؤولية الحرب وانتصرنا. وما بقي من المعركة إلا إقليم دارفور، وقريب جدا حتسمعوا بالقوات المسلحة في المنطقة إكس في عمق دارفور. انتصرنا وتحملنا مسؤولية الحرب. السؤال المهم والتاريخي والجوهري وده وقته الآن، هل زي ما تحملنا مسؤولية الحرب وانتصرنا نحن قادرين على تحمل مسؤولية النصر؟ ده عنوان غريب، أنا عارف في ناس كتير حيستغربوا. مسؤولية النصر؟ أيوة مسؤولية النصر. وأقول لك كلام حتستغرب منه، مسؤولية النصر أكبر من مسؤولية تحمل الحرب والإتيان بالنصر. والسؤال ده أنا بسأله لأنه في ظواهر كثيرة. الناس كانوا بيقولوا لنا دارين نرجع مدني، دارين نرجع الجزيرة، دارين نرجع بيوتنا، حرروا مدني. القوات المسلحة حررت مدني، وإن لو مرجعوا قالوا ما راجعين. ما راجعين ليه؟ ما جاهزين، بيوتنا مسروقة، كهرباء ما في، موية ما في، مشكلات، تفلتات أمنية إلى آخره، ما حنرجع حسي. والوالي ذاته قال لنا ما ترجعوا. عشان كده يا جماعة نحن معركتنا معركة وعي. فيديو ده قصير بتكلم فيه عن مسؤولية النصر. ما يجوز قانونا ولا شرعا ولا أخلاقا ولا تاريخا نجي ننهزم في مسؤولية تحمل النصر. أنا في الفيديو ده حقول حاجتين عن مراقبة الفترة اللي فاتت لملفين خطيرين جدا. الملف الأول الجدال الحاصل في موضوع الجمارك للناس الجايين من مصر، والبيان الطلع من الجمارك، والناس اللي اشتكوا من ارتفاع الجمارك، والثلاجة ب 400 والجمارك نزلت بيان الثلاجة ما ب 400، وناس كتار ضربوا لي قالوا لي يا أخي دي مشكلة حقيقية يتكلم عنها. أنا شلت الصبر عشان ألم الموضوع وأقدمه في قالب قومي مهم. الموضوع ما 400 بتاع الجمارك حق الثلاجة، ولا إنه نعفي للزول الجاي عفش بيت واحد ولمرة واحدة، ولا ده. الكلام القاسي الآن داير أقوله للسيد مدير عام الجمارك ومدير الشرطة عام الشرطة ووزير الداخلية ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء المكلف مجلس السيادة، كلمة قاسية أنا مسؤول منها وأتحمل تبعاتها. واحد من أسباب فشل السودان وتخلف السودان الاقتصادي والاستثماري نظام الضرائب والجمارك المطبق في السودان، مع احترامي لكل الخبرات وكل القيادات وكل الموظفين على انهم بيبذلوا مجهود جبار في انه المسألة تكون عادلة وما يتفلت منها الزول اللي عنده فساد وعلاقات ويدفع الزول المسكين. لكن الحقيقة ان احنا شايفينها في السودان مش في زمن الحرب، قبل زمن الحرب سنين طويلة جدا، انه نظام الجمارك ونظام الضرائب في السودان شرد الاستثمار، اغلق المصانع ومشروعات كثيره كان ممكن تقدم خدمات للسودان بسبب نظام وفلسفه الضريبه والجمارك. الشيء ده نقوله الان ومهم نعمله، دي مسؤوليه النصر. يا جماعه انا مشيت مدني وناس كثار مشوا مدني، البيوت كلها مسروقه. كم بيت في مدني؟ كم ثلاجه حيشتروها؟ كم فريزر؟ كم مكيف؟ كم مروحه؟ كم حله؟ كم صحن؟ كم سرير؟ كم مرتبه؟ من وين؟ هل الحكومة الآن داير تخلي الناس دي كلهم لجشع التجار؟ من اللي حيجيب الحاجة دي وحيشتروها من وين؟ عشان كده بيقولوا ما بنرجع. دي مسؤولية النصر. مش المسألة إنه زول جاب لي ثلاجة من مصر تقول لي جماركة وأعفي لك حبش بيت واحد ولا بيتين. أنا بتكلم عن تصفير عداد الجمارك والضرائب يا وزير المالية، يا رئيس مجلس السيادة. ده أقل ما يقدم للمواطن اللي اتنهب بيته كله، لا الأبواب والشبابيك، لا السيراميك والسقف المستعار بتاعه، ما في البيت. هو محتاج يأسس بيته من أول وجديد. يا أخي نحن الحكومة فشلنا نطلع اليورانيوم، فشلنا نطلع الذهب لصالح خزينة الدولة، فالحين وشاطرين نطلع القروش من جيب المواطن. يا أخي أنا أدعو الحكومة في السودان لمرة واحدة تتعفف عما في جيب المواطن المنهوب والنازح والمسروق والذي بيعاني والمكسور وصاحب الجراح وصاحب الدموع. يا اخي الغي الجمارك دي، سنتين في السودان ما في جمارك، ما في ضرائب. والله السودان ده غني بموارده، ما محتاجين جمارك. ثلاجه لزول مسكين ماشي يرجع بيته المكسر ما في حاجه فضل. انا لو عفيت الجمارك والضرائب دي لمده سنتين عشان ادعم الاستثمار. شوف يا وزير الماليه، أنا إذا ما رجعت لي الطبقة الاقتصادية في السودان الحسي كلها مشت اشترى الشقق في مصر وشقق في اسطنبول في تركيا وشقق في غيرها. أنت عارف ليه بيعملوا كده؟
لأنه الواطة في السودان أغلى سعر أرض في العالم. لأنه أنا ببني بيت في الخرطوم ولا في بور السودان بيبني لي 3 فيلا في اسطنبول، بيشتري لي فيلا في أمريكا، لأنه أنت عامل جمارك عالي على مدخلات الإنتاج. وزير المالية قبل كده طلع قال أنا هعمل على العربات استثناء الموديل عشان المواطن استرقت عربيته بنفس الفهم. يا وزير المالية، المواطن ثلاجته استرقت، وبوتجازه استرق، وحلته استرقت، مرتبته استرقت، سريره استرق، السيراميك بتاعه استرق، وبيته اتكسر. أعفي له مدخلات الإعمار. يا أخي دارين نبني مدخلات الإعمار يا وزير المالية. دي حرب دمرت السودان، أنت ما بتبني له ولا الحكومة بتبني له ولا التعويضات المفروض يستلمها. الزول مشى سكاع عشان يجيب يد المواطن يقول دي تعويضات ما في. اعفر الجمارك خليه يجيب له سيخ ويجيب له اسمنت ويجيب له ادوات صحيه يبني بيته المكسر ده. دي مسؤوليه النصر، انه انا اجيب مع المواطن ده لحد ما يقوم، ما اخليه للجشع التجار واشياء اخرى كثيره. النقطه الثانيه المهمه داير يتكلم عنها في مسؤوليه النصر، وما في زول يقول لنا ده ما وقته. ما في زول في السودان ده ماسك الساعه بورينا وقت الكلام ووقت السكوت. ده وقت الكلام عن قضايا النصر الذي تحقق. يا جماعه في حيطه كان مفروض تتكسر، الحرب كسرت نصها، حته ما مخططه. وزاره التخطيط العمراني بتعمل في شنو؟ ما يقول لي ده ما وقته الناس بتحارب، الوزاره دي بتحارب؟ دي وزاره التخطيط. في شارع المفروض اشق الحله دي لانها عشوائيه، في حيطه المفروض تتكسر، الحرب كسرت نصها. انا اخلي المواطن لما يرجع ويسلف يتدين ويبيع اللي عنده والما عنده عشان يبني الحيطه دي، عشان اجيبه بعد سنتين اقول له لا هاكسرها كلها مره واحده. طيب دي فرصه الان يا وزاره التخطيط العمراني، اكسر باقي الحيطه دي وعوض المواطن ده. يا جماعه كان في مشكله كنابي، واحده من المشكلات انا سكت منها، قلت اتكلم معاه في اطار قومي. الكنابي ودقوهم لما دقوهم، مشروع عنصريه وما عنصريه. دي فرصه تاريخيه الان يا حكومه السودان. هو ليه اصلا يكون في كنابي ثاني في السودان؟ ليه؟ انا بني ادم، زول بني ادم ربنا كرم، اسكنه في كمبوشين كده ليه؟ ليه انا يكون عندي عشوائيات واحزمه حول المدن؟ ليه انا في عاصمه قوميه جميله زي الخرطوم يكون عندي عشوائيات وسكن ما مخطط؟ دي الفرصه. قبال المواطن ما يرجع يبني بيته العشوائي ده ويتكلف، واجي ثاني اخش معه معركه عشان اكسر بيته لانه دي عشوائيه بتتخطط. حسوا وقت التخطيط. دي مسؤوليه النصر. المشكله اللي في الكمبو ما الزول القاعد فيها، ما انه يتعامل مع الناس كيف او يتعاملوا معه كيف، ما انه كان قاعد بقى دعام ولا ما دعام. انا تاني ما داير كمبو، هو تاني من هنا ولقدام. ليه يكون في كمبو في السودان؟ هي قامت حرب عشان نحن نعمل تخطيط عمراني واجتماعي جديد. انا ما داير كمبو ولا سكن عشوائي. بعد الحرب دي مسؤوليه النصر، انه نحن نصلح. انا الشوارع اللي اتكسرت دي حسي حتجي الشركات حتبنيها لي بنفس الطريقه اللي فاتت، 2 3 حتتكسر وتتحفر بنفس الطريقه. حيجيبوا لي مواد اغاثه مضروبه. الان انا متاكد في منظمات كثيره جابت مواد اغاثه تالفه منتهيه الصلاحيه، المواصفات والمقاييس ما قادره تخط يدها ذاته على الحاجه دي. انا اظن يا جماعه المسؤوليه النصر دي مسؤوليه اكبر من مسؤوليه الحرب. الان الاخطاء كانت موجوده في السودان وبسبب قامت الحرب، اخطاء التنميه واخطاء الاقتصاد واخطاء بناء الانسان. اذا نحن رجعنا مارسنا نفس الاخطاء يبقى ما استفدنا من الحرب. المدرسه اللي اتكسرت ابدا ما اجيب الزول البناء هذا، لانه لا تكاد توجد في السودان مدرسه مبنيه على اسس عالميه صحيحه، ما في شارع مبني بمواصفات عالميه، ما في مدينه في السودان مخططه تخطيط علمي صحيح، ما في شارع واحد سفري في السودان مبني بطريقه عالميه. ده الوقت نحن ثاني ما دارين حاجه سكن ولا حاجه درجه ثانيه ولا حاجه فالصو ولا حاجه تبوظ لنا. نحن نبني السودان ده البناء الصحيح المبدا خلينا ثاني في مشكلات سياسيه، ولا زول يعمل لي مظاهره، ولا زول يدعي انه مهمش، ولا زول يكون عنده معاناه. نبني المدن بطرق صحيحه ونخططها تخطيط صحيح، طالما انه نحن حنمشي نبنيها اصلا نبنيها صح، ما ننتظر الناس لما يمشوا يبنوا عشان نجي نكسر ثاني ونعمل التخطيط بتاعنا. دي مسؤوليه النصر، وده جزء قليل جدا عشان ما اطول الكلام ونواصل ان شاء الله. سلام عليكم.